حبايب قلبي قسما بدين الله انا مالية غيركم. اخواتي اللي مروقين عليا، جمعه مباركه عليكم يا رب، وربنا يجعلها جمعه بيضه كده عليكم وعلى كل حبايبكم، وتشوفوا كل الخير اللي بتتمنوه. وقبل اي كلام انزل صلي على النبي زي ما اتعودنا في التعليقات، وعايزين نفجر عداد اللايكات يتفجر. ابراهيم فايق لبس امبارح تيشيرت الاهلي. طيب يا جدعان بالراحه، ايه اللي زعق؟ ده حدث يعني؟ هل ده حدث؟ ده انت بنت على حقيقتك، ده احنا كنا مفكرينك محايد. هو انتوا يا جدعان مش في ماتش بيراميدز وصن داونز قلتوا ان بيراميدز بيمثل مصر وفي زملكاويه هتشجع بيراميدز عشان بيراميدز ده بيمثل مصر؟ حد قال لك انت بتشجع بيراميدز ليه؟ طيب حد قال لك انت رحت الاستاد ورا بيراميدز ليه؟ محدش يتكلم ولا حد فتح بقه. فالراجل اتعامل بالمثل، قال لك يا عم ده الناس بتشجع بعض عشان خاطر ممثل مصر واللي هيعمل واللي هيسوي. فالراجل عادي شجع هو كمان ممثل مصر في كاس العالم ولبس تيشيرت الاهلي، فدقت الدنيا ومشاكلنا اتحلت. ابراهيم فايق لبس تيشيرت الاهلي، وهنا العقل والحكمه، وهنا العقل والناس اللي بتفهم. انا ماليش دعوه ابراهيم فايق لبس مين، انا ماليش دعوه مين اللي مع ابراهيم فايق في الاستوديو، انا ماليش دعوه اللي بيحصل هناك. الاهلي وجماهيره لما بيقدروا يسعدوا جماهيرهم، مثلا الاهلي وادارته لما بتبقى في حاجه بنسبه 1% هتسعد جماهير الاهلي، بيعملوا ايه؟ ما بيتاخروش ما بيفكروش بقى هيجرى، ما بيفكروش هيحصل، بيجروا على طول على طول بيفرحوا ناديهم. ده طبيعي، الكوره اتعملت كده، اي نادي في العالم كده، اي نادي في العالم كده. لكن الموضوع في الاهلي زياده شويه. طيب جماهير الاهلي زعلانه، فرئيس الاهلي راح جاب لهم صفقه من الزمالك. سبحان الله، لعيب كلنا كنا بنقول عليه بقى السنه اللي فاتت افضل لعيب في افريقيا، ولما ما خدهاش زعلنا. فاداره الاهلي راحت اتعادت مع زيزو، فبنقول صفقه كيديه. يا ابني مش ده افضل لعيب في مصر، يا ابني مش ده افضل لعيب في افريقيا. انتوا قلتوا كده واحنا قلنا كلنا كده يا جدعان. الراجل مرشح لجائزه افضل لعيب في افريقيا وكلنا قلنا كده. فهنا الاهلي اتعاد مع لعيب يفيده فنيا. زيزو مش لعيب اونطه، هنتكلم دغري وبامانه. دغري زيزو لعيب اونطه؟ لا. اللي يقول زيزو لعيب اونطه يبقى مدلس، يبقى عيل مخنث، لان زيزو لعيب جامد، لعيب كبير، هيفرق مع الاهلي، زيزو يفرق مع اي فريق. طيب حلينا مشكله ابراهيم فايق وعمالين نتكلم في موضوع زيزو وهنوقفه وهنعمله. وفي لعيب طالع منزل ستوري بيحاسبن علينا. في لعيب اسمه احمد حمدي طالع بيقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. انا موضوع الاداره ده معايا يعني الناس دي عدت حدود الفشل. انت متخيل معايا انا بالذات؟ الناس دي ما فيش واحد زملكاوي عنده ثقه فيهم 1%. الناس دي تعبانه واداره هايفه لكن الكابتن ماجد اللي احنا طلعنا عليه بقى الكابتن ماجد وشغل سابق ولاحق والكلام الخايب اللي ما بياكلش عيش ده، طالع فاضح الزمالك عشان 1700 يورو. انتوا فاهمين ال 1700 يورو دول يا جدعان؟ بيحطوا بيهم بنزين، بيلبسوا بيهم طقم عادي. فهل في رد يا جدعان؟ طيب مين رئيس النادي؟ مين رئيس النادي اللي هياخد قرار ارسل حولنا اللاعب للتحقيق؟ تحقيق ابو تحقيق. يجرؤ لاعب يعمل كده في الاهلي؟ يجرؤ لاعب يطلع يتكلم كده ولا ينزل ستوري حسبي الله ونعم الوكيل و1700 يورو ببنك قناه مش عارفه السويس وبنك قناه ايه؟ عمرك شفتها يا راجل؟ طب يا جدعان استقيموا يا جدعان. راجل يطلع دكر في النادي ده، لو في دكر كده يقوم جاي طالع يقول يا جماعه انا راجل، انا راجل، واحمد حمدي ده هيتعرض للبيع ومش هيقعد في الزمالك. حاسبن عليك، انت هتكسب ازاي؟ لعيبتك بتحاسبن عليك، فانت هيكسبوك ازاي؟ ده لو هم دعوتهم استجابت، يعني لو دعوتهم استجابت دي كل سنه وانت طيب. والنبي لو قلبت ابي تبت شام مش تاخد بطولات. طب دعوتهم لو ما استجابتش
هو مش هينزل يلعب. فخسرانه خسرانه، ضربوا الاعور على عينه، قال عميانه عميانه. فيا جدعان فوقوا يا جدعان، فوقوا فككم من الهبل. وابراهيم فاق لابس فانيله مين؟ وابراهيم فاق بيشجع مين؟ ما انتوا يا جدعان رحتوا شجعتوا بيراميدز يا جدعان، ما خلاص الموضوع بقى فيه انفلات. جماهير الزمالك بدات تتقسم، ناس بيتقال عليهم متزملكين، وناس بيشجعوا فرق تانية، وناس بيشجعوا اي فريق بيلعب الاهلي، وناس ضد الاداره، وناس مع الاداره، وناس شايف احمد حمدي لحق. الموضوع بهوأ، الموضوع فلت عن حد وخلاص. كل عام وانتم بخير. فانت يا عم رحت شجعت بيراميدز وهو برضه لبس تيشيرت الاهلي. طيب نيجي نتكلم بقى حاليا، ما نحلنا بقى من الكلام ده كله، وكل واحد يبص في ورقته، ونبص في نادينا ونشوف ايه اللي ناقص، ونبدا نتكلم فيه. نطلب ان لعيب زي احمد حمدي ده ما يكملش، لانه يبقى عبره للباقي. وانا هنا برضو بتكلم ان الاداره كده كده غلطانه، واحنا اصبحنا نادي اكلي لحوم الحقوق، زي اكلي لحوم البشر. احنا بناكل حقوق الناس. انت لعيب اتصاب عندك، اقف معاه لحد ما يقف على رجليه يقول لك انا تمام خلاص انا هلعب، انا بقيت دلوقتي تمام، انت عملت اللي عليك معايا عشان خاطر حتى ربنا يعني. ما هو ده عمل، ده اكل عيش لعيب كوره يا جدعان، المصدر دخله، هو مش راجل بيسرق. فالاداره هنا احنا كده كده فاقدين الامل فيهم دول يا جدعان. دول ده الشيكات وشغل الهبل اللي هم بيطلعوا يزعوه ده، والكلام ده ما بيجيش معانا يعني تفيشهم يعني. لكن يا عم احمد يا حمدي، انت كنت راجل مرمي في امريكا وبتاع، والزمالك وقفك على رجلك ومش عارفه ايه، وعملت كده لما جبت الجون والكابتن ماجد راح الكابتن ماجد جه. طب حل الموضوع في الغرف المغلقه يعني ده اللي انت اتعلمته في الاهلي. اتحداك، طب اتحداك لو انت في الاهلي يا احمد يا حمدي هتطلع تعمل كده؟ ما تحلوا الموضوع في الغرف المغلقه يا عم. يا عم ده الناس التانيه بتلعب في كاس عالم الانديه ورايحين حدث عالمي. هو انتوا يا جدعان بتنقوا التوقيت اللي اتغتتوا فيه على جمهور الزمالك؟ ما هو بسبب كل ده بسبب مجلس الاداره، لان مفيش حاكم، مفيش حاكم. انا نفسي ده ينزل والله، بدل ما هو متشعلق فوق كده، لان انا مش عارفين نكلم مين. يعني الراجل اللي متشعلق فوق ده لو نزل هيحلها، مش لاقيين حد يكلمه، مش لاقيين حد يمشي يقول يا جماعه لا وقفوا المهازل اللي بتحصل يا جدعان، كفايه على جمهور الزمالك كده يا جماعه. الاهلاويه خلاص الناس في كاس عالم ومبسوطه ولاعيبتها كل يوم على التلفزيون وفرحانين وانبساط، والناحيه الثانيه في غم وشياط وفي حاجات غريبه بتحصل يا جدعان. ما هو ده الدغري وده الحق. مش عارفين نحل مواضيع النادي وقاعدين باصين لمواضيع هايفه. ابراهيم فاق لبس ايه؟ ابراهيم فاق معاه مين في الاستوديو؟ احنا عايزين نرفع قضيه على زيزو يا عم راجل خلص عقده معاكم مش عايز يكمل معاكم، وحر يا عم عادي يعني. لو هنحسبها كده ما نركز بقى في الدنيا بقى يا جدعان. احنا بننتهي يا جدعان، احنا بننتهي. والاداره دي مصممه ان جماهير الزمالك تنقسم وناس تشجع بيراميدز عشان يبقى العدو الاول للاهلي، لان انت مش قادر على الاهلي تنافسيا. لو الحلقه عجبتكم ان شاء الله انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وان شاء الله من هنا لحد كاس العالم كل يوم حلقه الصبح وحلقه بالليل. هننزل حلقه في تمام الساعه 8:30 9 صباحا، وحلقه بالليل. واي مباراه الاهلي على طول انتوا عارفين الميعاد، بعد اي ماتش بننزل بالفلوج بتاعنا الجميل. احلى ناس في الدنيا.